السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ما تنسوش اللي يعجبه الفيديو يعمل اشتراك في القناة ويدوس لايك. النهاردة معلومة كده على الماشي، في ناس كتير سألتني فيها وناس برضو بتتلخبط فيها، وهي ازاي ان انا اعمل الكالونات من غير ما احسبها الكالونة كام سنتي والوسط كام سنتي والكلام ده. فاحنا النهاردة هنعملها بسهولة خالص. اول حاجة كده ده خط الجنب بتاعنا، فانا هسيب منه حوالي 5 صوابع كده اللي هي 10 سنتي. انا هكلمكم دلوقتي بالبلدي خالص علشان الناس اللي هي بتتلخبط ومش عارفة ازاي تعملها بالحسابات. أنا هاعملها بإيديّا بصوابعي، يعني الحسابات هتكون بصوابعي. أنا سِبت 5 صوابع كده من خط الجنب، علشان لو في تبنيس أو في حاجة يكون معاكِ مساحة إن أنتِ تبنّسي الجيبة بتاعتِك، تمام. وبعدين بابدأ إن أنا آخُد الكالونة بتاعتي 4 صوابع كده وهي متنية على الاتنين، يعني كده الكالونة داخلة في حوالي 16 سنتي. باطبّقها كده وِش القماشة في وِش القماشة، وباقيس 4 صوابع، وبابدأ إن أنا أثبِّت بس الكالونة. طبعًا أنا في الموديل ده مش عايزة الكالونة مقفولة لتحت، أنا عايزاها كالونة مفتوحة من أول الوسط، فعشان كده أنا باثبّتها جزء صغير جدًا يكاد يكون غرزتين 3 بس، وبابدأ إن أنا أثبّتها كويس، وبعدين باسيبها وأروح آخُد مسافة تانية وأثبّت الكالونة اللي بعديها. طيب المسافة التانية أنا باحدّدها على أساس إيه؟ المسافة التانية يعني أنا مثلًا بين الكالونة والكالونة قد إيه؟ أنتِ دلوقتي إحنا لمّا بنيجي ناخد القماشة دي، عرض طول الجيبة في الكالونات، لو أنتِ القماشة بتاعتِك أو الموديل بتاعِك مليان كالونات وفيه كذا كالونة مش كالونة واحدة بس، أنتِ بتبدئي إن أنتِ تاخدي طول الجيبة. لو طول الجيبة 100 فأنتِ اللي هو متر يعني، بتجيبي مترين، بتجيبي العرض متكرر مرتين علشان القماشة تكون معاكِ عريضة، وتبدأ إن هي تطلّع معاكِ الكالونات كذا كالونة وتطلّع معاكِ الرسمة بالضبط. فكده إحنا الدريس الكالونات طبعًا في دريسات بتبقى نازلة تقريبًا صَك وفيها كالونة يمين وكالونة شمال بس، دي ممكن تعمليها بعرض القماش فقط، لكن أنا باتكلم في الموديل اللي هو فيه كالونات كتير. ده بتبدئي إن أنتِ تجيبي الجيبة متكررة مرتين وزي ما قُلت لِك كده. طيب أنا دلوقتي مثلًا الوسط عندي 40، فأنتِ الوسط لو عندِك 40، 45 وسط صغير بتاع حد رفيّع، أنتِ هتبدئي إن أنتِ ما تسيبيش بين الكالونة والكالونة التانية مسافة، ب يعني بتسيبي بين الكالونة والكالونة مثلًا حوالي 2 سنتي، 3 سنتي بس، وتبدئي تعملي الكالونة التانية علشان تصغّري الوسط معاكِ. لكن لو أنتِ اللي أنتِ بتعملي لها الدريس الكالونات الوسط بتاعها كبير وعريض، أنتِ بتبدئي إن أنتِ توسّعي بين الكالونة والكالونة عشان تدّيكِ الوسط. طبعًا دي مش الحساب مش أحسن حاجة لحساب الكالونات، أنا عاملة فيديو قبل كده لحساب الكالونات، دي للناس اللي حابة تشتغل بالحسابات وحابة تشتغل بالمازورة والحسابات. لكن الطريقة دي اللي هي بصوابعِك دي الطريقة للناس اللي هي عايزة تشتغل كده من غير حسابات، وعايزة طريقة سهلة علشان ما تتلخبطش معاها إن هي تحسب كل كالونة قد إيه والكلام ده. فأنا كده خلاص لمّا ثبّتت أنا مثبّتة لمّا عملت الطريقة دي أنا عندي الوسط عايزاه يصفّي معايا حوالي 42.5، النُص يعني اللي هو الأمام. فعملت 5 كالونات وكل كالونة بينها وبين الكالونة التانية حوالي 3 سنتي بس مش كتير، لإن أنا عايزة الوسط صغير. لكن أنتِ لو عايزة الوسط كبير زي ما قُلت لِك أنتِ هتعملي فراغ أكبر من كده بين كل كالونة وكالونة. وبعدين بابدأ إن أنا أمسك الكالونة بعد ما ثبّتها كده، إن أنا أفتحها من الوسط كده وأقوم فاتحاها وأقوم مثبّتاها زي ما أنتِ شايفة معايا كده أهو. بابدأ إن أنا أثبّتها كده من الوسط من فوق خالص علشان الكالونة تتفتح معاكِ وتبقى كويسة. كده أنا هافتح كل الكالونات بقى بتاعتنا اللي إحنا عملناها. إحنا عملنا زي ما قُلت لِك 5 في الأمام و5 في الخلف. وبرضه بأكد عليكِ إن طبعًا أنتِ بتحددي هتسيبي مسافة بين الكالونة والكالونة قد إيه، على حسب وسط الزبونة اللي عندِك. لو الزبونة مليانة وجسمها مليان بتسيبي بين الكالونة والكالونة ممكن 7 سنتي، 8 سنتي، على حسب ما أنتِ عايزة تصفّيها، عايزة تصفّي الوسط بتاعِك قد إيه. يعني مثلًا
الزبونة اللي معانا هنا مش مليانة، فأنا سايبة بين الكالنة والكالنة حوالي 3 سنتي فقط علشان ما يدّيش معايا وسع في الوسط، لإن أنا مش عايزة وسط واسع. وزي ما قُلت لِك إحنا سايبين في أول الدريس من الجنب ده ومن الجنب ده حوالي 10 سنتي، علشان يبقى معاكِ مساحة إن أنتِ لو محتاجة إن أنتِ تبنّسي أو توسّعي أو أي حاجة، يبقى معاكِ مساحة إن أنتِ تعملي التوسعة بتاعتِك. أهم حاجة تانية عايزة أقولها في الكالونات، إن الكالونات يا جماعة من عوامل النجاح بتاعتها لازم المكوى، لازم تمسكي الكالونة كده تكويها الاتنين في وش بعض كده زي ما أنتِ شايفة معايا كده، تكويهم في وش بعض، دي أكتر حاجة ممكن تضبط معاكِ الكالونات وتطلع مضبوطة. ما تنسوش اللي يعجبه الفيديو يعمل اشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.